ازيكم يا اساطير، اهلا بيكم في الجزء الرابع من حكايه سفاح المنجل. لكن قبل ما نبدا ما تنساش اللايك الجميل بتاعك وتشترك في القناه لو عايز تشوفنا تاني. وصحيح احب اشكر المنتسب الجديد في القناه حلف او خلف، هو حاجه زي كده، وانا عارف انها جايه متاخره شويه، بس يلا مش مشكله، انا عارف انك بتحبني وعلشان كده هتعذرني. وطبعا يا اللي بتتفرج انت لو حابب انك تنتسب انت كمان او تبعت لي هدايا شكر فانا مش ممانع والله. هتلاقي رابط الانتساب في الوصف تحت، او هتلاقي زر الانتساب جنب الاشتراك بالضبط، وطبعا في زر كمان جنبهم بتاع الهدايا البسيطه لو حابب، مش عندي مانع برضه. وبس كده، اسف اني طولت عليكم. وقبل ما نبدا هسيبكم مع فلاش باك بسيط كده من الحلقه اللي فاتت. جينج اول واحد علشان يدور على الحارس، وساعتها بيقابل الحارس اللي صعبان عليا في طريقه، فبيمسكه من رقبته وبيلزقه في الحيطه. ولما بتدخل ما بتشوفش قدامها غير تماثيل خشبيه مخيفه، وحرفيا هي مش عايزه تكمل لان كل خطوه بتاخدها بتترعب اكتر، وبتطلب منهم طلب كمان، ولو قبلوه هتعطيهم 400 عمله فضيه كمان. والطلب هو القضاء على كل حركه بيعملها بالعصايه اللي في ايده. بيظهر اشخاص تانيين في المكان لعند ما بتتملي الغرفه كلها باشخاص ملثمين، وكلهم نفس الوضع تقريبا لكن باشكال مختلفه. بيدخل الحارس جام عليه وبيضرب الباب بدون سابق انذار، وبيقول له اشرح لي كل حاجه بتحصل هنا بالضبط. وحرفيا في موقفه ده لما بيشوف تعبيرات جيونج قدامه بيحس بغضب كبير جدا. بيقف جيونج قدامه كانه مش عارف حاجه، وبيقول له اشرح لك ايه بالضبط. بيقفل الحارس بعدها الباب وبيقول له مفيش وقت ان العب معاك. وفي نفس الوقت بيحس بحاجه موجوده معاهم في الغرفه، والحاجه دي بتعطيله شعور مشؤوم، لكنه بيكمل وبسرعه كبيره بيمسك جيونج من رقبته وبيلزقه في الباب. وبكل غضب بيقول له لو ما اتكلمتش دلوقتي فانا هقتلك. وعلى الرغم من الموقف اللي جيونج فيه الا انه بيبتسم قدامه وبيقول له فعلا هتقدر تعمل كده. وحرفيا الحارس ما بيبقاش مصدق اللي بيسمعه، ازاي طفل زي ده يتكلم معاه بالجراءه دي. بيغضب عليه اكتر وبيزعق وبيقول له عملت ايه اللي تابع الابن التاني نيونج. لكن جيونج لسه عند كلامه وعامل نفسه مش فاهم حاجه. بيحذره الحارس بعدها وبيقول له ما تكدبش عليا، ومن الافضل ليك انك ما تكونش اذيته. لكن جيونج بيهديه وبيقول له ازاي واحد ما عندوش قوه هيقتل حارس وخبير في الفنون القتاليه كمان. وعلى الرغم من ان الحارس عارف كده الا ان لعند دلوقتي متوتر لانه حاسس بشعور غريب، والطفل اللي قدامه ده مش هو الطفل اللي كان معاه قبل كده. في اللحظه دي جيونج بيبتسم قدامه وبيقول له الابن الثالث فقد كل فنونه القتاليه، وطبعا مستحيل عليه انه يقتل تابع الابن الثاني، مش كده ولا ايه؟ وفي اللحظه دي الحارس بينصدم حرفيا لان الكلام ده نفس الكلام اللي قاله للابن الثاني، لكن ازاي وصل للطفل اللي قدامه ده؟ وفي اللحظه دي بيدرك اخيرا انه لازم يقتله لان الطفل ده مصيبه كبيره جدا زي ما توقع بالضبط. بيطلع الخنجر بعدها وبكل سرعته وقوته عايز يقتله، وده بعد ما اتاكد ان الطفل ده هو اللي قتل تابع الابن الثاني. لكن في اللحظه دي جيونج بيضحك في وشه وبصوت عالي جدا وبيقول له هتعمل ايه دلوقتي يا حارس جام؟ احنا الاتنين في نفس القارب مع بعض، وانت عارف كويس ان المزيف اللي قدامك ده قتل تابع الابن الثاني. ودلوقتي بقى قول لي بقى هتقف في اي صف مننا؟ لكن اللي عندي دلوقتي الحارس في كامل غضبه ولسه مصمم انه يقتله، وفي نفس الوقت جيونج لسه ما غيرش تعبيرات وشه ولسه بيضحك زي ما هو حتى بعد ما شاف الدم اللي طالع منه. وبعد شويه الحارس بيقع على الارض لانه ما قدرش يقتله وصابه فقط اصابه بسيطه في كتفه. بيترمي على الارض بعدها وبيقول له 3 سنين يا مفتري، انا اتولدت يتيم وتمت تربيتي كخادم، وكل الفلوس اللي جمعتها صرفتها علشان اخرج من المكان اللي كنت فيه وجيت هنا علشان اعمل كحارس. و3 سنين بالكامل تحملت فيهم كل انواع الاعمال الشاقه، 3 سنين كل يوم فيها كانت حياتي بتبقى على المحك علشان اوصل للي وصلت له حاليا. ويجي طفل زيك يدمر كل حاجه بالسهل كده؟ ومش بس كده، ده انت بس ما اكتفيتش انك قتلت الابن الثالث، ودلوقتي قتلت التابع المفضل للابن الثاني. وعلشان كده لازم اقتلك هنا لان لو ما عملتش كده فانا كده كده هموت، ومش قدامي خيار غير ان اقتلك واهرب من هنا. لكن في اللحظه دي بيفتكر حل تاني وبيقول لي جونج بعدها استنى، تابع الابن التاني ميت ومفيش طريقه تانية ان احنا نرجعه للحياه، لكن في طريقه تانية ان احنا نستبدله بشيء تاني. بيطلع له بعدها الكتاب اللي لقاه مع الحارس وبيقول لي جونج بعدها الكتاب ده غالي جدا ولكنه مش كامل، وانت اكيد عندك التكمله بتاعته. وحرفيا الحارس جام بيرجع لطبيعته من تاني وكأن الامل رجع ليه مره تانية، لان الكتاب ده هيكون اكتر من كافي لدفع ثمن موت التابع للابن التاني نيونج. لكن للاسف جيونج لعند دلوقتي بينكر معرفته باي حاجه، فبيقول له الحارس بعدها يبدو كده ان انت مش فاهم موقفك كويس، وبيمسكه تاني من شعره وبيقول له لو ما اعطتنيش تكمله الكتاب فانا هقتلك دلوقتي وههرب من المكان ده، لكن لو حابب بقى تغير مصيرك وتفضل عايش فاعطيني تكمله الكتاب. لكن بقى لو كنت مصر انك جاهل بكل حاجه فهتموت، لكن بعد ما اعذبك عذاب مش هتتخيله. وهنا بيتنهد جيونج وبيقول له خلاص هعطيك التكمله. ساعتها الحارس بيفرح ومفكر خطه التظاهر قدام الطفل بالقوه نجحت، ومن بعدها بيمد له ايده علشان يعطي له تكمله الكتاب. لكن على عكس ما كان الحارس متصور، لان
لان جيونج بيمسك ايده وكانه بيسلم عليه، فبيستغرب الحارس منه وبيقول له انت بتعمل ايه؟ فبيقول له جيونج بعدها انا بعت لك اللي انت عايزه لان تكمله الكتاب اللي انت عايزها متخزنه في راسي. بيغضب بعدها الحارس جدا وبيكون على وشك انه يضربه، لكن جيونج بيهديه وبيقول له اهدى يا حاج، في حاجه تانية عايزك تعرفها. وفي اللحظه دي بيمسك ايده بقوه كبيره وبيشكره على الهديه اللي هياخدها منه. ومن بعدها جيونج بيبدا يمتص كل قوته بالتقنيه اللي اتعلمها من كتاب الشبح الازرق. وفي نفس الوقت ده الحارس واقف وعارف ان قوته بتمتص لكنه مش قادر يسحب ايده، وده بسبب تقنيه جيونج واللي اسمها تقنيه التعلق، وبيقدر بيها انه يلزق في خصمه، والضحيه بقى مش هتقدر تفلت منه الا بمزاجه هو. في اللحظه دي الحارس مش قدامه حل غير انه يستخدم الخنجر اللي معاه. وفي نفس الوقت جيونج بضحكته الاسطوريه بيقول له ما كنتش متوقع اني هستعمل التقنيه دي ضد اي حد، لكن يبدو كده انك تطوعت علشان تكون التجربه المثاليه. وحرفيا جيونج بيمتص كل قوته وهو مش عارف هو بيعملها ازاي اساسا. ومن بعدها الحارس بيبدا في طعن جيونج اللي قدامه في كل مكان في جسمه، لكن للاسف جيونج مش سايبه في حاله ومستمر في امتصاص قوته. في اللحظه اللي الحارس بيفكر فيها انه يطعن رقبته بيسيبه جيونج وبيهرب بعيد عنه. وفي اللحظه دي الحارس بيضربه برجله وبيلزقه في الباب، لكن للاسف الوقت قد فات والحارس ما عادش حاسس بقوته الداخليه في ايده. بيبدا جيونج اخيرا في التحرك وبيقف بعدها وهو عارف ان ده كله لسه غير كافي انه يقتل فنان قتالي من الدرجه الاولى بنفسه ومن الكميه الطاقه اللي خدها منه. ولكن ده مش هيكون سبب انه يتوقف وهيقتله، بس بطريقه تانية. بيكلمه الحارس بعدها وهو خايف اساسا وبيقول له تقدر تستعمل حيلك القذره اللي زيك، لكن ازاي تفكر انك ممكن تقتلني او حتى تقدر تلمسني بس. ومن بعدها بيهجم عليه بسرعه كبيره جدا بكل قوته، لكن جيونج مش الفريسه السهله اللي يقدر يتعامل معاها، لان من دلوقتي هيتعامل مع شخص غير مرئي. بيستدعي جيونج بعدها الشبح وبيصد ايد الحارس قبل ما يوصل لجيونج. الحارس وقتها مصدوم لان ضربته اتصدت من الهواء. بيسال جيونج انت استخدمت ايه علشان تصدها؟ فبيتريق عليه جيونج وبيقول له حيله من حيل القذره اللي كنت بتتكلم عليها من شويه، بس عشان انا جدع هظهر لك الحيله دي. وفعلا بيظهر له الشبح اللي صد ضربته، وبعدها بيقول له بعد ما عرفت كل حاجه دلوقتي هرد لك كل حاجه خدتها منك، الطاقه الداخليه اللي سرقتها منك والخنجر بتاعك اللي طعنتني بيه. وحرفيا جيونج بيطعنه بنفس الطعنات اللي خدها منه، وكل ده وجيونج لسه بيبتسم له وهو بيرد له حاجته اللي اخدها منه. لكن مع اول طعنه بيهرب منه الحارس، لكن للاسف وضعيه الطعنه في جسمه خطيره جدا، ولو سحب الخنجر بطريقه غلط الدم اللي هيطلع منه هيموته. لكن اللي شاغل تفكير الحارس دلوقتي هو الوحش اللي جيونج كان بيستخدمه طول الوقت ده كله، ودلوقتي اخيرا عرف انه غبي لانه احضر شخص زي ده لهنا. بيتكلم بعدها وبيقول له انت نسيت السم اللي في جسمك ولا ايه؟ بيبتسم له جيونج وبيقول له صحيح تصدق نسيت. ساعتها الحارس بيرجع له الامل وبيعقد صفقه معاه وبيقول له هعطيك بعض المال وبعض الترياق للسم اللي في جسمك. لكن في وسط كلامه كده بيحس بتعب وهبوط في جسمه، وفجاه الدم بيخرج من بقه رغم ان الطعنه مش صعبه عليه وقدر انه يستحمل زيها قبل كده. لكن في اللحظه دي بيدرك ان الخنجر كان مسموم، واخيرا بيفهم ان جيونج هو اللي سمم الخنجر، لكن مش فاهم لعند دلوقتي هو سممه امتى. فبيفهمه جيونج بعدها وبيقول له انا دمي كله مسموم، فطر السيده وعشبه الشمر والفادو وجذر عشبه الملاك، اكيد انت فاهم ان العناصر دي كلها سامه. انا بقى من صغري كنت بجمع كل العناصر دي وجميع النباتات السامه دي واكلها، وعلشان كده دمي كله مسموم زي ما قلت لك. ودلوقتي بقى اكيد فهمت ان الترياق بتاعك ما كانش ليه اي 30 لازمه بالنسبه لي من البدايه، وكل ده كان تمثيل. وحرفيا في اللحظه دي الحارس بيدرك انه وصل لمرحله الموت وخلاص مفيش مفر منه. بعد ما شاف كلمه الموت قدامه بيقرب منه جونج اكتر وبيرعبه بيقول له انت جسمك برد ليه كده؟ انا بقى عارف السبب وهقوله لك حالا، وده لاني فتحت الشباك، لان الجسم المصاب بالسم بيتاثر اسرع لما يكون درجه حراره الجسم منخفضه. في اللحظه دي الحارس بيقلب وبيطلب منه المساعده وبيمسك فيه وبيقول له ابوس ايدك ساعدني وهقسم ليك بالولاء التام وهكون كلبي ليك لو عوزت اني اعمل كده، بس ابوس ايدك ساعدني. بيرد عليه جونج وبيقول له انا بحب شكلك وانت كده ومع مبادئك دي هنكون صحاب جيدين. وساعتها الحارس بيرجع له الامل من تاني ومفكر ان جونج هيساعده، لكن للاسف مش جونج اللي يعمل كده، وبيقول له احنا فعلا هنكون صحاب بس لو كنت توسلت ليا من البدايه. وبيمسك بعدها الخنجر اللي في جسمه وبيغرزه اكتر واكتر، وهو بيقول له بعدها الشخص اللي بيغير ولاءه علشان احتياجاته ده شخص ما يلزمنيش. ومن بعدها بيخنقه لعند الموت. وحرفيا جونج مش مجرد طفل عادي، ده عباره عن شيطان متنكر على هيئه طفل بسبب غريزه القتل اللي عنده. وبعد شويه بيكون خلص على الحارس والعقبه اللي قدامه حاليا، لكنه قضى عليه في وقت ابكر من الوقت اللي كان متوقعه انه هيقتله فيه. ودلوقتي جيونج بيفكر في اللي هيعمله بجثه الحارس اللي قدامه دي. بيروح بعدها للحارس اللي معاه وبيقول له يستحسن ليك انك تقوم دلوقتي لغير رايي. وحرفيا في لحظه واحده بيفوق الحارس بدل ما يكون مع الحارس جام دلوقتي، وبيساله بعدها انت عرفت ازاي انه مستيقظ؟ فبيقول له جونج بعدها شفتك وانت بتتحرك للزاويه اثناء القتال وشكلك كده كنت خايف
حد يدوس عليك وانت نايم. ومن بعدها بيقول له يبدو كده انك ما قلتش اي حاجه تخصني للحارس جام، وعلشان كده بدات احب مرافقتك اكتر واكتر. وبيأمره بعدها انه يطلع ويبعد اي شخص بيحاول يقرب من هنا، وهو بنفسه هيتخلص من جثه الحارس جام. بيقرب منه وبيمتص الطاقه المتبقيه في جسمه، ورغم ان الحارس جام كان قوي جدا والطاقه اللي بيمتصها منه بتعطي شعور دافئ، لان ده مش الاحساس اللي جونجي كان عايزه، لان قبل كده لما امتص الطاقه من تابع الابن التاني حس وقتها بشعور بارد وقاتم، لان الاحساس اللي حسه وقت ما قضى عليه كان عباره عن احساس الموت. في اللحظه دي بيقطعوا نفس الطاقه اللي حسها قبل كده، وعباره عن هاله من الظلام فقط. طاقه بتدخل جسم جونج وما بتختفيش نهائيا، على عكس الطاقه التانيه. بتظهر بعدها ريونج الشبح وبتقول للراهب الشيطاني انا كده عرفت سبب خضوعك للطفل ده بسهوله. الطفل ده عباره عن شر بيمشي على الارض، وطفل زيه نادر جدا انه يظهر في العالم ده. ومن جهه تانيه بنروح لقصر الابن التاني نيونج، بيكون واقف قدامه مستشار حربي من الدرجه الاولى يانج بيونج، وبيساله بعدها هو ليه منح الحارس جام فرصه تانيه. فبيقول له بعدها نيونج لان الاشخاص زي السيوف بالضبط، بمعنى انك لو صنعتها بشكل جيد في البدايه فهيكونوا معاك حتى النهايه. وكذلك الحارس جام لازم اظهر له اني صارم جدا، وبعدها اظهر له الغفران، وساعتها هيكون ممتن ليا جدا، بمعنى اني بستخدم معاه طريقه القسوه ومن بعدها اللطف واللين، ودي اكتر طريقه ليها تاثير جدا على الاشخاص. ساعتها المستشار الحربي بيدرك ان الابن الثاني نيونج هو اللي هيكون سيد العائله القادم بسبب ذكائه، ولكن في اللحظه دي بيقطعهم حارس من الدرجه الثانيه وبيقول لهم في مشكله حصلت، وان الحارس جام حاول يقتل السيد الشاب الثالث جيونج. واللي عندي دلوقتي نيونج مش قادر يستوعب اللي بيتقال له. بيفهمه الحارس اكتر وبيقول له مش دي المشكله، المشكله هنا ان جيونج ذكر في التحقيق ان اللي حرض الحارس جام يعمل كده هو السيد الشاب الثاني نيونج. وحرفيا في اللحظه دي نيونج بيكون على اخره من اخوه جيونج، وحتى الحارس جام اختفى هو كمان ومحدش عارف ليه طريق لعند دلوقتي. بيغضب نيونج جدا وبياخد سيفه علشان يقتل جيونج. بيهديه المستشار الحربي بعدها وبيقول له اصبر، لانك لو لمسته دلوقتي وانت ما معكش دليل فده هيضعف موقفك اكتر. لكن نيونج بيزعق له لانه هيكون موضوع سخريه بين الجميع ان ترك الامر ده يعدي بالسهوله دي. ساعتها المستشار بيقول له ايه رايك نستخدمهم. بيكمل وبيقول له جيونج قال اثناء التحقيق ان الحارس جام كان بيحاول يقتله، ولو كان الكلام ده صحيح فالامور هتكون اسهل مما نتوقع، لان المجموعه اللي كان بينتمي لها الحارس جام فخورين جدا بعمليات القتل اللي كانوا بيقوموا بيها، لدرجه انها بقت عباره عن قانون شرفي خاص بيهم، وده لانهم عمرهم ما فشلوا في اي عمليه قتل قاموا بيها. وده بينطبق على القتله المتقاعدين منهم كمان، وبيتاكدوا كمان من نجاح مهمتهم مهما كانت. وانا بقى هروح بنفسي لاحد منظمات القتل الثلاثه العظيمه اللي اسمها بوابه الطعن واقول لهم على كل حاجه. وفعلا نيونج بيرجع في كلامه وبيقتنع بكلام مستشاره الحربي. بنروح بعدها لجونج وحاليا قاعد بيتامل علشان يتحكم في الطاقه او التشي اللي سرقه من الحارس، وكمان يقدر يشكل نواه التشي عنده. لكن للاسف بعد شويه بيفشل انه يشكلها، وطاقته كلها بتتشتت مره واحده لما بيجمعها حوالين دائره طاقته. والعن دلوقتي مش فاهم المشكله فين، فبينادى على الحارس وبيساله لو كان يعرف حل. وساعتها الحارس بيكون مستغرب منه لانه امبارح ما كانش عارف حاجه نهائيا عن التشي، ودلوقتي قادر انه يحس بيه. لا وكمان مش عاجبه الامر، فبيزعق له الحارس بعدها وبيقول له ايه العبط اللي انت بتقوله ده، انت فاكر اني هصدق الهري اللي انت بتقوله ده؟ وده طبعا بيقوله في سره، لانه لو قاله بالطريقه دي هيموت وهيكون جنب الحارس جام هو كمان. وبعدها بيطلب منه انه يتحقق بنفسه ويعرف السبب اللي بيجعل التشي يتشتت لما بيحاول يجمعه. جيونج بيقعد قدامه علشان الحارس يمرر طاقته ليه، وجيونج يركز فقط على تدوير الطاقه. وفعلا اول ما الحارس بيمرر طاقته ليه بتظهر هاله ظلاميه في المكان بالكامل. وساعتها الحارس بيعرف ان جيونج كان بيتظاهر قدامه انه ما يعرفش حاجه عن الطاقه الداخليه لما كان بيساله، لان حتى ما فيش عائق واحد في مسارات طاقته. لكن للحظه بيحس بشعور غريب منه، وساعتها بيحاول يتحقق منه بنفسه. ولما بيوصل لعمق الطاقه اللي جوه جيونج بتبدا الطاقه تكون بارده جدا ومخيفه اكتر واكتر. وفي اللحظه دي الطاقه بترفض طاقه الحارس تماما وبتبعد ايده عن جسم جيونج. بيقف جيونج بعدها وبيقول له قول لي بصراحه، انا شكل كده مش هقدر اشكل نواه طاقتي الداخليه. وفعلا الحارس بيوافق وبيقول له انا حسيت بحاجه غريبه قريبه من مركز طاقتك، وانا مش قادر اخمن ايه هي الحاجه دي بالظبط. في اللحظه دي جيونج بيفكر ان الطاقه البارده اللي كان بيمتصها واللي كان فرحان بيها من شويه هتكون هي المشكله بالنسبه له، وبيفكر انه ممكن يستسلم بشان تعلمه للفنون القتاليه. لكن لعند دلوقتي الحارس لسه ما بطلش تفكير في الهاله اللي شافها من جيونج واللي كانها مولوده من جديد، لان الحارس لما حس بيها حس انها عباره عن هاله بتعطي شعور معاكس تماما للطاقه الطبيعيه اللي عند اي شخص. وفعلا جيونج بيقتنع لانه دايما كان بيحس بشعور دافئ في اول امتصاصه للطاقه، وبعد كده لما الطاقه اللي بيمتصها بتتحول لطاقته الطبيعيه بتتحول لشعور بارد، وساعتها بيوصل لاستنتاج وهو انه محتاج يدور لتشي في الاتجاه المعاكس. في اللحظه دي الحارس بيصرخ عليه
لانه لو عمل كده هيحصل له انحراف لتشي، وده اخطر حاجه ممكن تحصل لاي محارب. لكن في اللحظه دي بيظهر دم من العدم وبياخد الحارس وبيلزقه في الجدار وبيمنعه من الكلام. بتظهر بعدها الشبح الازرق وبتقول له اخرس وما تنطقش باي كلمه علشان نعرف نيتها الحقيقيه بعدها، لان الشبح المتعاقد ما يقدرش يموت صاحبه، لانه لو صاحبه مات فالشبح هيموت هو كمان. لكن لو مات المتعاقد لوحده كده فسيتم فسخ العقد بينهم بدون اي عقوبات او قيود بينهم. وعلشان كده منعت الحارس من الكلام علشان تقدر تخرج من هنا باسرع طريقه ممكنه. وحرفيا بتجهز المكان كله حوالين جونج وبتشكل تنانين من الدم حوالين جونج في كل مكان علشان تقتل روحه بنفسها لما يحصل ليه انحراف تشي. في نفس الوقت في قاعه الزوجه الاولى بتوصل الراهبه اللي مبعوثه علشان تخلص على الشاب الثالث وتنتقم للراهب العجوز، ودي بقى اسمها ساك المشعه. لكن الزوجه الاولى بتكون مستغربه انهم باعتين شخص واحد فقط، على الرغم من ان الراهب ده كان شخص مهم بالنسبه لهم، ده غير ان الشخص اللي باعتينها دي فتاه. لكنها بتستغرب اكتر من الجثه بتاعه العجوز وليه اساسا جايباها معاها. فبتقول لها ساك بعدها علشان استخدمها وتساعدني ان انا الاقي اللي قتله، لكن الحاجه المؤكده انها جايه علشان تعملها هي انها جايه علشان تقتل الابن الثالث. وفي اللحظه دي الزوجه الاولى بتقول لها بصراحه كده انت ما كنتش عجباني في الاول لكن دلوقتي عجبتني فعلا. وعلى طول بتبدا مراسم التقنيه وبتعمل بعدها بايدها بعض الاختام اشبه بالاختام اللي كان بيعملها العجوز مع زعيم العشيره. وفي النهايه بتغرز الخنجر اللي كان معاها في جسم العجوز، بيتحرك جسم الراهب او العجوز وكانه هينفجر، لكن في اللحظه دي بيطلع من جسمه كميه ايادي غير طبيعيه وكانهم كانوا في سجن، علشان نعرف بعدها انهم بيحددوا الهدف بتاعهم، والهدف بتاعهم هو جيونج. وفعلا في لحظات بتكون الايادي دي وصلت لمكان الموجود فيه جيونج والشبحين وتخطت كل الاشباح اللي واقفه وراحت عند جيونج علشان تمسك بيه. وبس كده والهنا نكون وصلنا لنهايه جزئنا النهارده. اتمنى يكون الجزء ده عجبكم، لو عجبكم ما تنسوش تدعمنا باللايك وتشترك في القناه وتنزل تقول لنا رايك في التعليقات تحت. وقبل ما تطلع ما تنساش تصلي على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام وتدعي لاهلك وحبايبك في فلسطين، واشوفكم في الاجزاء التانية على خير and peace out.